العرق بحد ذاته ما يريحش، هذا يفسر بلي كاين ناس يعرقوا بزاف وما يريحوش، وكاين ناس يعرقوا شويه برك في مناطق باينه والريحه تكون كبيره. نفهموا شويه هذه الحاله. الجلد تاعنا فيه 3 طبقات، الاخرانيه كامل البشره تخلص بطبقه اسمها القرنيه، اللي هي عباره عن جلد ميت فيه خلايا ميته اللي راح تتجدد مره على مره. الطبقه هذه كاين اللي يسميها الدود، نهار كيروح يكيس في الحمام يخرجوا على شكل فاعي. نو، الطبقه هذه خاطيها، الفاعي تاع الصح دايرين اقنعه باسم الصداقه. اما الطبقه هذه تنمو فوقها واحد البكتيريا، بكتيريا نافعه. نهار كي هذه البكتيريا تلقى البيئه المناسبه باش تتكاثر وتحول بعض المنتجات تاع واحد الغدد، نلقاوها في لي زيسان، نلقاوها بين الفخذين، نلقاوها في الحلمه. المهم بعد البلوغ هذه الغدد تولي فعاله وراح تنتج دهون، بروتينات. دونك البكتيريا هذه كي تلاقى مع هذه المكونات كامل مع الجلد الميت راح تحول المكونات هذو الى الروائح. النواتج هادو لما تكون احماض دهنيه طياره راح نشموهم على شكل فرماج. بصح لما المركبات الكبريتيه نزيدو نلقاوها كنواتج، هنا الريحه تولي تشبه البصل وتتشم حتى بتراكيز ضعيفه، ويسبب مشاكل نفسيه لبزاف ناس، حتى تاثر لهم على العلاقه تاعهم وتاثر لهم على الحياه الاجتماعيه بصفه عامه. كل ما نقصت النظافه زادت الحركه، زادت الرطوبه، السخانه، الاحتكاك، الوزن الزايد، كل ما زادت هذه الريحه.